ازيكم عاملين ايه؟ واهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنعمل مع بعض الكحك المصري بالطريقه الاصليه بدون اي اضافات. هيطلع معاكي ناعم وهيطلع معاكي طعمه حلو جدا بجد. الطريقه دي من احلى الطرق. في طرق كتير قوي موجوده بس الطريقه دي هي اقدم واحده وهي احلى واحده فعلا. شايفين ما شاء الله الكحك النقشه ما راحتش وفي نفس الوقت ناعم ازاي؟ ناعم جدا وكمان الكحكايه متماسكه. يا ريت تتابعوا الفيديو للنهاية، ولو أول مرة تزوروا قناتي ما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك للفيديو. ويلا بينا على الوصفة والطريقة على طول. أول حاجة معايا في المكونات السوائل، والسوائل دي على حسب الدقيق. أول حاجة معايا هي ربع كوباية من المية، عليها معلقة كبيرة مليانة من السكر، وعليها معلقة كبيرة ممسوحة من الخميرة. معلقة الخميرة يا جماعة ممسوحة مش مليانة. الخطوة دي مهمة جدا. اولا بدوب الخميرة كويس جدا، ثانيا بشوف انها متفاعلة ولا لا عشان ما تبوظش معاكي بقية الخامات. بعد كده معايا 400 جرام من الدقيق ما يعادل 3 كوبايات ومعلقتين، وعليهم ريحة كحك معلقة صغيرة ومعلقتين كبار من السمسم اللي مش محمص، ولو محمص يبقى تحميصة خفيفة قوي زي ما انا محمصاه كده. وبعد كده معايا السمنة، معايا كوباية من السمنة. الكوباية دي اللي انا عايرت بيها برضو الدقيق، يعني لو هتعايري 3 كوبايات يبقى عايريهم بالكوباية اللي هتضيفي بيها السمنة. السمنة بتاعتي انا مسخناها قوي بس ما وصلتش لدرجة انها تقدح، بدليل ان هي اول ما اتحطت شايفين على السمسم عملت زي فوران كده. كده السمنة كانت سخنة. في ناس بيعملوها مقدوحة قوي وده ما بحبوش لان بتعمل احيانا حموضة، لان بتدي طعم حلو جدا برضو السمنة السخنة، وفي نفس الوقت بتخلي كده طعم الكحك لذيذ وريحته حلوة. بعد كده بقى هقلب بمعلقة خشب. اهم حاجة ان احنا نقلب في المرحلة دي بمعلقة خشب لان طبعا السمنة بتكون سخنة. هقلب كده بالمعلقة لحد ما اتأكد ان انا اقدر اتحمل السخونية او يكون بارد شوية. وهبدأ بعد كده ابس بايديا. الكحك ما الا هو بس يعني انتوا تبسوا كويس جدا وان هو يتفرك في المرحلة دي كويس بالسمنة، هيطلع معاكي ناعم وطعمه حلو جدا. كل ما كانت العجينة ملمومة معايا وبدأت انها تبقى ناعمة خلاص كده انا بتأكد ان العجينة تمام واتشربت كل السمنة وبدأت تبقى ناعمة. شايفين هنا كده بقى انا اتأكدت ان دي اتشرب السمنة بتاعتي. هبدأ اضيف بعد كده المواد السائلة اللي هي ربع كوباية المية. طبعا ممكن تضيفوها حليب وممكن مية. هنضيف كده بالتدريج لحد كده ما تبدأ تنعم معايا. انا في المرحله دي ما بعجنش خالص، في المرحله دي بلم فقط عشان طبعا العجينه ما تعملش معاكي عرق والكحك يطلع معاكي ناشف. وكمان الميه الزياده او السوائل الزياده بتخلي الكحك معاكي ناشف. فهنا بقى الكحك بعد ما عملناه، طبعا التشوقات دي عشان انا مزوده السمسم مش اكتر، انما العجينه نفسها طري. بعد ما سبتها كده حوالي ربع ساعة او تلت ساعة ترتاح، هنبدأ بعد كده. طبعا احنا في الشتاء فالكحك بينشف او السمنة جواه بتجمد. هناخد بقى اول قطعة كده في ايدينا ونبدأ نسخنها. انا طبعا عشان مكترة السمسم فده مش تشوقات، ده مكان السمسم الكتير. طبعا انتوا لو عايزين تعملوا المعيار المظبوط للسمسم هي معلقة، بس لو بتحبوا السمسم كتير حطوا معلقتين زي ما انا عملت كده. شايفين بقى بعد ما كورتها ناعمة ازاي وعملتها بالبصامة خدت النقشة بسهولة ازاي. بعد كده بقى هنحطها في صينية. اهم حاجة ان احنا ندهنها مسحة بسيطة من الزيت عشان الكحك بعد التسوية ما يلزقش معاكي. هنبدأ برضو نشكل كده بالشكل ده. اهم حاجة ان انتوا تسخنوا العجينة كويس قوي، وهنعملها بالبسطامة بالشكل ده. العجينة طرية ومظبوطة جدا. شايفين انا عادة بستسهل البسطامة، بس لو عايزين تعملوا بمنقاش باي حاجة بتحبوها مفيش مشكلة. واهم حاجة بس ان احجام الكحك تكون متقاربة. يعني انا هنا حاولت ان انا اطلع الكحك كله صغير كده بالشكل ده لان ما بحبش الكحكايه الكبيرة بصراحة. فهنا كل الكمية اللي طلعت معايا بكون مشغلة الفرن من وقت التشكيل. هسيبها بقى ترتاح كده حوالي 10 دقايق وادخلها على رف اوسط. هتقعد حوالي من 25 ل 30 دقيقة. من حوالي 3 كوبايات دي طلعت لي ما شاء الله كمية كحك حلوة جدا. شايفين بقى الكحك هنا بعد ما طلع من الفرن. عايزه اقول لكم ان انا ولا فتحت شواية ولا اي حاجة، هو خد اللون كده من فوق. انا ما بحبش لونه ابيض فهو بياخد كده لون خفيف قوي. فاللون ده حلو عامل زي بجد اللي احنا بنشتريه من بره بالظبط. واخد لون مظبوط كده من فوق، مش محتاج ان انا افتح عليه الشواية خالص، وفي نفس الوقت لونه مش ابيض. الابيض ده بصراحة بحس ان هو ني، فلا اللون ده بيبقى حلو كده. واخد لون من تحت ومن فوق والكحكية ناعمة وكمان محتفظة بنقشتها. طبعا احنا هنعوز ايه تاني في الكحك؟
تبقى ناعمة ومحتفظة بالنقشة بتاعتها وطالعة كده حجمها صغير. بعد كده بقى والكحك سخن هنبدأ كده نرش سكر البودرة. طبعا دي حاجة مهمة جدا عشان يلزق على الكحكية، انما لو عاملة كمية طبعا هحط على الكمية اللي هقدم منها بس، وباقي الكمية هشيلها من غير سكر. شايفين بقى ما شاء الله الكحك بعد ما حطينا عليه سكر وكمان كان بدأ يهدى هنا شوية، شايفين بقى ما شاء الله من جوه عامل ازاي. طبعا ناجح جدا، ويا رب الوصفة تعجبكم والفيديو يكون عجبكم. ويا ريت ما تنسوش لو وصلتم للجزء ده معايا في الفيديو تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وشكرا جدا ليكم.